التقارير سواء على المستوى عرضت على المستوى القضائي وعلى المستوى التقني، ولكن لا يوجد أي علاقة بين هذا النظام الخاص بالتجسس والمملكة المغربية. ننتقل إلى أمين رغيب، مبرمج والخبير في المعلومات. أمين، قد تنتقل بنا أيضا لشيء بعيد عن كل ما هو سياسي بالتأكيد وتسييس هذا البرنامج الخاص بالتجسس، ولكن ستنطلق من ما قبل بيغاسوس، ما يسمى بهجوم التوأم الشيطاني الذي يستخدم بالتجسس على الهواتف الذكية، ولكن ستعود بنا لبيغاسوس الثغرة، والثغرة التي يمكن أن ذلك الحائط الذي يخترقه سيؤدي به إلى المكان الذي تستخدم فيه هذه التقنية، وهذا ما لم يحدث في كل التقارير والتحقيقات. لا مكان للمغرب في هذا البرنامج التجسسي. تفضل. السلام عليكم. إذا سمحت لي فقط سأقوم بعرض باوربوينت حتى تتضح الصورة. إذا فقط لكي تتضح الصورة غادي نحاول إن شاء الله أنني نبسط نوعا ما هذا الزخم ديال المعلومات التقنية باش نفهموا مزيان نوعا ما هذه الادعاءات اللي كتستهدف المغرب بخصوص التجسس الرقمي. اولا خاصنا نعرفوا ان هذا التقرير او هذه التقارير كلها كتجي حول جوج ديال الهجمات. كاين الهجوم الاول اللي غادي نشرحوا نحاولوا نلخصوه دغيا اللي سميتو هجوم التوأم الشيطاني، اون اونغلي كنقولوا ليه ايفل توين بي تي اس، وغادي نمشيو كذلك للشق الثاني وهو استخدام مالوير بيغاسوس. الوغ باش نبداو اولا نفهموا شنو كيقصدوا هاد التقارير بايفل توين بي تي اس. فكما كتعرفوا في الاستخدام اليومي ديالنا للهواتف الذكيه فاحنا كنتواصلوا مع ابراج الاتصال. هاد ابراج الاتصال او دوك لي بوطو اللي كنشوفوا ملي كنخرجوا للزنقه، فالهواتف الذكيه ديالنا مباشره بصوره اوتوماتيكيه كتتواصل مع هاد ابراج الاتصال، وبالتالي كتمكننا من التواصل. لكن للاسف الشديد ان هذه الهواتف فيهم واحد نقدروا نقولوها ثغره او لا نسميوها المهم كتبان ثغره، ان هذه الهواتف هي كتكونيكتا مباشره مع اقرب ريزو تيكون لها. فيما كان شي ريزو قريب هي الهاتف كيمشي وكيتكونيكتا مع هذاك لو ريزو. فبالتالي هجوم ايفل توين بي تي اس هو واحد الهجوم اللي كيستخدم باش اننا كنزوروا واحد نقطه اتصال، تنزوروها على اساس انها كتبان واحد نقطه اتصال اللي هي حقيقيه، معلومات ديال شركه اتصال حقيقيه، اللي كنخليو ان الهاتف الضحيه مباشره كيتصل في هذاك الريزو بي تي اس اللي حنا صوبناه، وهذاك الشيء علاش سميناه ايفل توين بي تي اس، توأم شيطاني. فمباشره ملي كيبغي الهاتف يتواصل مع نقطه الاتصال الوهميه اللي قمت بالانشاء ديالها، فهناك واحد المساله اولى واللي هي كيقول لي او كيسول الهاتف نقطه الاتصال واش بغيتينا نشيفريو هذا الاتصال. كما كتعرفوا ان لو شيفرمون ديال لو ريزو جي اس ام صعيب بزاف انك تكسر التشفير ديالو. فبالتالي ملي كيبغي انه يتكونيكتا في هذاك لو ريزو ديالي اللي صوبت، فهو كيطلب مني واش ممكن نشفر هذه المكالمه او لا ممكن نشفر هذا الاتصال. انا كنجاوبو كنقول ليه لا ما نشفروش هذا الاتصال، خلينا ندويو بدون تشفير. مباشره الهاتف كيتكونيكتا في الريزو ديالي، هكا كنقدر نتجسس على المكالمات الهاتفيه، على رسائل الاس ام اس، ميم انني نقدر نعطيك انترنت ونقدر انني نتجسس عليك. اذا هذا هو الهجوم اللي تيزعم هذا التقرير انه تم في مع بعض الشخصيات العموميه. الا ان للاسف الشديد هذا التقرير هذا ما عطى ولو نصف دليل على انه تم استخدام نقط وهميه او نقط ايفل توين بي تي اس. في المقابل انه ممكن انه اي جهه كيفما كانت انك تتهمك بانك قمتي بهذا الهجوم. يمكن وحنا كنهضروا على هذا الهجوم كلكم بان لكم هذا الشيء واو، هذا الشيء صعيب، هذا الشيء تقني، هذا الشيء واعر. ما خاصكم تعرفوا ان اي واحد ممكن يدير هذا الهجوم في الوقت الحالي. لا اولا ان هذه الشروحات موجوده في اليوتيوب، ممكن انك تمشي لليوتيوب وتكتب ايفل توين بي تي اس وغادي تلقى مجموعه من الشروحات اللي كتشرح هذا الشيء اللي قلت وكتشرح لك تطبيقيا كيفاش تقوموا. لا كذلك ان هذه الاجهزه هي موجوده، يعني ممكن انك تشريه ويجيك وتخدم به. اذا باش انك تبين انه ان هذا الهجوم هذا نوعا ما هو واحد الهجوم تابع لجهه استخباراتيه او حكوميه، فكما قلت هذه ممكن اي واحد يعني يعطي هذا الاتهام، ولكن خاصك الا عطيتي هذا الاتهام تعطينا واحد
تحقيق رقمي او لا تعطينا واحد التحقيق حول المعطيات والادله الرقميه، خصوصا وانني انا كذلك اشتغل في مجال التحقيق الرقمي، واعرف انه اي تقرير تقني الا وكيكون فيه ادله تقنيه، شيء اللي كان يغيب في هذا التقرير. وهنا كما كنشوفوا واحد سكرين شوت من واحد المقال اللي كيتهم فيه المغرب او يتهم المغرب باستخدام الرو سيل تاورز او لا الايفل توين بي تي اس اللي دوينا عليها. غنمشيو دابا لبيغاسوس، ساضيف على ما قاله السيد دافيد زيناتي انه البرنامج او برنامج بيغاسوس او مالوير بيغاسوس فهو كيشتغل على 3 مراحل. فاولا النقطه الاولى ديال هذا البرنامج هو انه كيحاول يحقن المتصفح ديالك بما يسمى بزيرو كليك، اي بدون انك تقوم باي تفاعل مع الهاتف، فيتم اختراق الهاتف ديالك باستعمال ثغرات يوم الصفر. وثغرات يوم الصفر او كما قال الاستاذ السيد دافيد زيناتي، ثغرات يوم الصفر هي ثغرات ما كتكونش عند الشركات المالكه للمنتجات. يعني مثلا خدينا جوجل كروم او لا سفاري، فابل ما كتكونش في راسها بين ما عندها ثغره، وتيتم بيع هذه الثغرات في الديب ويب، وممكن اي واحد يشري هذه الثغرات من الديب ويب، وممكن كذلك انه يتم استخدامها من طرف مؤسسات. وبالتالي فهاد ثغرات يوم الصفر كتمكننا من اننا يعني نحاولوا يكون عندنا واحد لاكسي لهذاك الهاتف. بطبيعه الحال مع اجهزه ابل فما يمكنش ليك انك تحقن هاتف ابل بواحد البرنامج التجسسي الا بعدما تقوم تقنيا بكسر حمايه هذا الهاتف او ما يسمى جيل بريكين. يعني خصني ندير له واحد جيل بريك، فملي كنكسر النواه ديال نظام ابل فانا كنقدر انني نحقن واحد النظام تجسسي وهو المالوير ديال بيغاسوس. فكما قلنا يتم استغلال ثغرات المتصفح واللي هي هضرنا عليها زيرو كليك، ثم تيتم عمل واحد جيل بريكين، ومن بعد تيتم حقن الهاتف برنامج تجسس. للاشاره هذا الشيء هو اللي جا فيه كذلك هذا التقرير، وقال بما انه تم اكتشاف 2 ديال المواقع في هواتف بعض الشخصيات العموميه، واللي للاسف الشديد انه هذا التقرير فقط ركز على 2 مواقع اللي لقاها، ولكن نسى انه ما يذكر لنا جيل بريكين، لانه الى انا اخترقت واحد الهاتف كما قلنا من الخطوات الاساسيه في الاختراق انه كسر حمايه هذا الهاتف. اذا في التقرير ديالك الى انا كسرت حمايه واحد الهاتف وعطيتيني انا ندير ليه تحقيق، اذا غادي يبان لي ان هذاك الهاتف تكسرات الحمايه ديالو. اي واحد اي تقني ممكن يدير هذه المساله. كيفاش ديتيكتي واش التليفون ديالك مجيل بريكي؟ ممكن تمشي غير اليوتيوب وغادي يبان لك بالما راه التليفون ديالك واش مجيل بريكي ولا ماشي مجيل بريكي. اذا كنلقاو ان التقرير عوض انه يعطينا بالما واش الهاتف مجيل بريكي ولا ماشي ما مجيل بريكيش، كنلقاو انه تيركز على بعض المواقع. اللي هذه المواقع ممكن اي واحد يقدر مثلا تزور غير مواقع الكترونيه بشكل يومي، اما مثلا تزور منتدى او هذا، فتنبثق بعض المواقع الخبيثه اللي ممكن انها تكون عندها يعني عندها واحد الضرر على مستوى الهاتف ديالك. فوالا. شكرا جزيلا لك امين رغيب على كل هذه التوضيحات الخاصة ببرنامج بيغاسوس، وتفنيد أيضا لكل ما ورد في اتهامات باطلة فيما يخص المملكة المغربية، وكانت تأكيدات على ما قاله أيضا السيد زناتي وأيضا مجموعة من المتداخلين في هذا الإطار. نعطي فقط الأسئلة للزملاء والزميلات الإعلاميين إن كان هناك أي تساؤلات. لا يوجد تساؤلات. شكرا جزيلا لكم. إذا كما قلنا وصلنا لنهاية هذا اللقاء، نتمنى أن يكون مثمرا، وأيضا أن يكون فيه مؤسسة دستورية مغربية دائما وأبدا تفتح أبوابها للتفاعل مع القضايا الوطنية، ولكن أيضا للدفاع عن سيادة مؤسساتنا الدستورية ومؤسسات المملكة المغربية بشكل عام. نلقاكم إن شاء الله في فرصة مقبلة، وعاش المغرب دائما وأبدا ناميا قويا ضد أعداء. شكرا لكم جميعا.